اهلا وسهلا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم غنشارك معكم ميني تاكوس كيجيو واعرين الصراحه، وخصوصا ملي كيكونوا عندكم هيدا شي عراطه او لا بغيتو تفرحوا براسكم. المهم ما نقول لكمش كيجيو لذاذين، جربوهم. المهم يلا ندوزو المقادير. غنحتاجو هنايا عندي 2 كيسان قياس العنبه د الطحين اولا الدقيق الابيض، وعندي 3 المعالق د الزيت نباتيه وقبيصه د الملح. صافي، هادو هما المكونات. بالنسبه للعجين، الا بغيتو تضوبلوا المكونات اولا الكميه طبعا كتضوبلوا في المقادير. صافي، هنا كنجمعوهم بالماء دافي. نحصلوا على واحد العجينه اللي رطبه، خليتها هنا رتحت شويه، من بعد قطعتها هنايا كويرات. بالنسبه للكويرات كتقطعوا على حساب المقله اللي عندكم نتوما. شنو ضروري هاد العجينه تكون رقيقه بزاف باش ما كتجيكمش غليظه. صافي، انا عندي المقله هنايا على حساب الحجم ديال المقله، عملت هاد الكويرات خليتهم يرتحوا شويه على بال ما وجدت الحشوه. صافي، هنايا كما شفتوا كنطلقها رقيقه بزاف باش تعرفوا ان الخبز التورتيلا نجحت معكم. كتبقى تعمل ديك الفقاعات وكتنفخ. هذه الطريقه سهله وبسيطه ودغيا كتوجد معكم الخبز التورتيلا، ما كتاخذش الوقت بزاف وكتنفع بزاف. يعني ما كتكون عندكم شي عراطه او لا ما جين عندكم شي ناس او لا بغيتو توجدوه في الدقيقه الاخريه كتوجدوها، يعني دغيا كتوجد كما قلت لكم. مهم صافي، انا كنوريكم هنايا الخبز كيفاش هي يعني كتنفخ وكما قلت لكم وجدوها بعويناتكم مغمضين. المهم الخوتي، لو وصلتوا حتى لهنا من مشاهدة الفيديو خليو معكم واحد لايك وواحد تعليق كتشجيع منكم وكتحفيز. المهم اخوتي، حنايا الصراحة كنضربوا تمارة وخصوصا في شهر رمضان الكريم. كنتمنى ان المشاهدة يعني تزيد تطلع وتبارطاجيو الفيديو ديالي مع الاحباب ديالكم والاصدقاء باش كتعم الفائدة، وهيدا كتزيد القناة ديالي تعرف فضلا طبعا وليس امرا. مهم ها هما الخبيزات اللي وجدت معكم. يمكن لكم توجدوهم اكثر من يعني كبر من هيدا. كما قلت لكم انا على حسب المقله وصافي عملتهم صغارين. هنا عندي هذه الدائره اللي غنقطع عليها هاد الخبز الطرطيلات كاملين كما شفتوا، كنقطعهم بهذا الشكل هدايا. ودابا غندوز باش نعمرهم معاكم. انا هنايا كانت عندي واحد العراطه عليها وجدتهم. غنشارك معاكم العراطه اللي كنت عملت. كنت وجدت كل شيء في الدار، ما شريت حتى شي حاجه من الزنقه. ضروري غنشارك معاكم ان شاء الله الفيديو. المهم اخوتي، انا هنا كنوريكم الخبز كيف ما لويتوها كتبقى هي. هنا صافي الحشوه ديالي انا عاد غنجيبها ننزلها نوريها لكم. هي هذه شحرت الجداد، عملت دانون مسوس وواحد المعلقه صغيره د موطارد، وعملت شويه د الصوجه، الابزار، سكينجبير، الخرقوم، شويه د الملاح، الزيت. صافي شحرتهم هنايا مع شويه د الفلفله. صافي هذه هي الحشوه. بالحق ديك الجداد على مذاق كيجي فيهم زعما بديك التتبيله كيجيو واعرين بزاف. بالنسبه للجبن عندي جبن موتزاريلا والجبن د البوله. هادوما جوج بهم خلطتهم مع بعضهم، حكيت لهم السحتر حيت السحتر كيعطينا ديك البن عاود في الحشوات وفي المملحات. وصافي كنبقى نعمر بهاد الطريقه، كنحاول انني نثبت بالكاس. وصافي غنستمر هيدا حتى نسالي. ومن بعد غنرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيو. صراحه طريقه سهله ومزيونين كيجيو في المنظر ديالهم وكينفعوا في هذا الشهر المبارك الكريم. المهم الخوت، كنتمنى منكم في هذا الشهر رمضان الله يفتح عليكم بيبان الرزق والله يخلي لكم ما اعز عليكم، انكم بارطاجيو القناه ديالي مع الاحباب والاصدقاء طلعوا لي القناه ديالي حتى انا شي نهار عاود كل قناه ديالي معروفه ومشهوره، لما لا؟ الله يعاون كل وحده عندها القناه، الله ييسر لها حتى هي، والله يعاون الجميع. المهم اخوتي، العواشر هذه المهم الصراحه حنايا بكم كنزيدوا القدام وبكم يعني مستمرين باللايكات ديالكم وبالتعاليق المزيونه ديالكم اللي كتشجعنا وكتحفزنا. واخا كنضربوا فيها تماره، راها تماره فوجاكم، ماشي شي تماره الصراحه د الله. المهم سمحوا لي الى طولت عليكم. كنبغي نشكر خوتي المغاربه فيما كانوا داخل وخارج الوطن، الدول الاوروبيه، في الدول العربيه، في اي موضع كنبغي نعطيهم واحد التحيه من هذا الفيديو. وكنقول لهم العواشر مبروكه والعيد راه على الابواب. رمضان عاد البارح هو يعني حنا كنستناوه، دابا هو ما بقى له والو يخرج.
المهم اخوتي كنتمنى تكونوا كاملين بكم مزيانين وبخير وعلى خير وما ينقصكم حتى شي خير ان شاء الله. المهم غنسالي نعمر هاد الحشوات كاملين ونسالي ومن بعد نرجع معكم ما تمشيو فاين. خليكم مع الفيديو تبعوه من الاول للاخير وها انا معكم. وهادو هما ميني طاكوس اللي وجدت معكم، كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم. المهم نضرب لكم موعد فيديو جديد وبسلامة عليكم.